السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب دايما يعود عليكم الأيام الكريمة بخير. النهاردة جاية أتكلم يا شابة والكل شابة، وصفة الشابة لأحلى شاب. الشابة من الحاجات الحلوة جدا جدا جدا، وبتدخل في مستحضرات كتير جدا جدا جدا. أنا عايزاكي بس لما تسمعي وصفة من مدام أماني أو من أي حد أي مكان، شغلي عقلك معاها شوية بس، يعني اجتهدي وفكري. تمام، عشان لما اقول لك على حاجه تبقي مقتنعه وانت بتعمليها. تمام، والناس اللي بتقول لي ليه ما بتعمليش الوصفات، انا عايزه اديكي تتعود هي اللي تعمل الوصفه. انا في ناس كتير قوي بتقول لي اعملي الوصفه، وكنت بعمل الوصفه تقول لي انت ايه اللي في ايديكي ده؟ طب انت حاطه ايه؟ لا يا حبيبتي، انا بقول لك اهو، وبمنتهى الهدوء اعملي انت الوصفه. الشابه بقى من الحاجات الحلوه قوي 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 قوي. هقول لك النهارده على ماسك للشابه حلوه قوي، بس يتطلب ان انت يا اما تكوني شاده وشك كده باللزقات بتاعه الميك اب دي، يا اما تكوني يعني ايه، شدهولي زي ما انا شداه كده. ماشي، وتحطي الماسك وتقعدي كده يعني بتاع ربع ساعه ما تتكلميش، بس مش عايزه اي ايموجي او اي حركات بوشك يعني. تمام. الشابه مع بياض البيض تحفه. لو انت بشرتك جافه، حطي نقطه زيت، لوز زيت، لوز حلو، زيت زيتون، اي نقطه واحده، القطره كده نقطه واحده. بياض البيض فقط مع الشابه، وتخفقيه كويس جدا جدا. وتحطي نقطه لو انت بشرتك، نقطه زيت لو انت بشرتك جافه، ما تحطيش حاجه لو انت بشرتك دهنيه، وتسيبيه لحد ما يعضم وينشف. تمام. وبعدين تزليه بميه دافيه بالراحه وبهدوء، وبعدين ترطبي الترطيب بتاعنا اللي انا عايزه اجيبه دلوقتي، اللي هو ايه، ان انا ارطب ابخ ميه ورد، واحط المرطب بتاعي، يا اما وعليه سنه فازلين. تمام. المرطب كده بيبقى حلو جدا جدا جدا. الشابه من الحاجات الحاميه وما تستخدمش كتير. يعني ممكن نعمل لو انا عندي تصبغات، وعندي مثلا تجاعيد، وحاسه ان ايديا ورقبتي وكل ده مش شكل بعضه، في حاجه مختلفه. لو انا عايزه اقرب ده كله من بعضه، هتعملي ماسك الشابه اللي انا قلت لك عليه ده ببياض البيض، وتحطيه على رقبتك وعلى ايديكي مرتين في الاسبوع لحد ما الدنيا تبتدي تنظبط معاكي، وبعدين يقل، ممكن تبقى مره كل اسبوع، مره كل 10 ايام. تمام كده. الشابه حلوه جدا 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 للاندر ارم، للابطين. حلوه جدا جدا مع البودر، مع البيبي بودر، ومع المسك المطحون، ومع نشا حلوه. بس وكمان للسنسيتيف اريا حلوه جدا جدا جدا، وبتبيض وبتنعم وبتدي ريحه حلوه. تمام كده. بس الشابه ايه محظورات الشابه يا شابه بقى انت وهي؟ اولا ما تسخنش، بمعنى لو احنا في الصيف ما يبقاش، ما تخرجيش بيها بره في الحراره وجسمك يسخن عليها، بتجيب نتيجه عكسيه تماما، ممكن تحرق الجلد. الشابه والحاجات اللي انا بقولها لك دي بتفضل بتحطيها من الليل، وتقوم الصبح هتشطفي، بتفضل معاكي ما تخافيش يوم واتنين، ما تقلقيش. حتى اللي هي البودر دي اللي هي بتاعه المعطر او مزيله العرق بتفضل معاكي يوم واتنين. الشابه من الحاجات اللي لازم تلبسي لها حاجه قطن. يعني لو انت عملتي الاندر اونز والبكيني بالشابه، لازم تلبسي تي شيرت قطن، لو تلبسي لكن قطن كلام من ده، او حاجه فضفاضه قطن كده. ما تلبسيش الوان غامقه، وما تلبسيش حاجه ضيقه، لان التصبغ بتاع اللبس الضيق، او لو انت لابسه حاجه بقى مش فضفاضه والاحتكاك والكلام ده، بيخلي التصبغ يزيد ويخليها تسخن والدنيا تبقى مش احلى حاجه. الشابه حلوه جدا جدا جدا. بس انا بقول لك في ناس بتستحملها تحت عينيها، وفي ناس ما بتستحملهاش. اقول لك بقى على حاجه حلوه قوي 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 قبل ما تعملي الشابه. لو انت من الناس اللي ممكن تتحسس حوالين العينين او حوالين الفم والانف وكده، هتجيبي لي بيبانسل، والله لا تدعي لي، تركه كده تحفه. هتجيبي لي بيبانسل وتحطي لي، اولا البيبانسل بيمنع التجويف اللي تحت العين، حلو قوي، بيديها فوليوم وحلو، وبيحوش السواد اللي حوالين الانف، بيزيله تماما، بيزيله بجد يعني. فانتي هتجيبي لي البيبانسل، وتحطي طبقه صغيره بقى بسيطه جدا حوالين عينيكي وحوالين الفم، ويا سلام جودي بقى وحطي لي حوالين الانف، وابتدي حطي ماسك البيض بتاعك ده، تحفه تحفه. رطبي بعدها بقى بيبانسل بالتركه اللي احنا قلنا عليه. الشابه للايدين تحفه، ماسك الشابه للايدين لو شابه بميه بس كده، ومعاها نقطتين زيت، وتفرديها على ايدك، حلوه جدا جدا جدا، بتزيل التصبغات وبتخلي ايدك مشدوده وجميله جدا وبياضها ناصع. الشابه لو ضفتي منها جزء صغير جدا على كريمك المرطب، واستخدمتيها على ايديكي وعلى ركبك وعلى اكواعك، حلوه جدا جدا جدا،
ونعومة غير عادية وبياض غير عادي. الشبة من الحاجات الحلوة وتقدري تعتمدي عليها في حاجات كتير. الشبة كمان للأماكن الحساسة، بتزيل الروائح، بتقبض جدا 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 عنق الرحم للناس اللي عندها افرازات مهبليه والعضله عندها واسعه، والناس اللي كانت والده طبيعي، قصص كده يعني. انا بصراحه ما بحبش اتكلم في المواضيع دي قوي. فالشبه من الحاجات الحلوه حلوه حلوه حلوه، مبيض ناصع جدا. يا رب اكون قدرت اوصل معلومه كويسه، ويا رب اكون قدرت اقول لكم على معلومه مفيده، واشكركم جدا جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم الايام بخير. وارجوكم فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه، عايزه القناه تبقى مليونيه. وفضلا وليس امرا ادعوا لامي بالرحمه، ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحم ابي وامي وامواتنا واموات المسلمين. كل سنه وانتم طيبين. تابعوني عشان الفيديوهات اللي جايه حلوه قوي 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 قوي. الوصفه بتاع الكولاجين الطبيعي القلقاس اللي هو خضار القلقاس، هقول لك عليه وصفه بالقلقاس والخميره، وروعه روعه. جربتها وهقول لك عليها بكره، يا اما اصور الفيديو كمان شويه. اشوفك على